معاها. ها اهو. يلا نغطس في الشوكليت بتاعتنا كده ونرفعها كده. هكملهم بقى وبعدين بصوا لازم اصفيها كده وبعدين اسيبها تسقع في التلاجة زي ما قلت لكم وارجع اوريكم شكلها لما بتسقع بيبقى عامل ازاي وندوقها مع بعض. حبايبي خلاص الشوكولاته بتاعتي خلصت اهي، الكور الوايت شوكليت بتاعتي الحلوه الطعمه جدا. زي ما قلت لكم طبعا الجوز مغذي جدا، ممكن تستغنوا عن الشوكولاته لو انتوا في حاجه مشكله عندكم او كده، بس عشان يبقى طعمها زي بتاع بره لازم خطوه الشوكولاته دي. تمام، يلا بينا بقى نحطها في التلاجة تجمد وبعدين نقدمها وندوقها سوا. دلوقتي بقى عبال ما الشوكولاته بتاعتنا تجمد انا هعمل معاكم حاجه مشروب حلو قوي، مشروب قهوه. مثلا هو زي باور كده، زي بيدي نشاط. تمام، انا هستخدم قهوه. بص لو انت عايز تروح الجيم او لو انت عايزه تروح الجيم عايزين تعملوا رياضه مكسله تقومي تعملي بيتك، فعلا المشروب ده صدقوني بيدي طاقه غير عاديه. وكلنا عارفين ان الكاكاو الخام اللي هو مش محلى بيدي نشاط وباور، وكمان القرفه واللبن. تمام، انا هعمل ايه؟ هحط اول حاجه هحط كده ربع معلقه كاكاو خام ولازم خام. تمام، هحط قد كده قرفه، بصوا طرف المعلقه اهو، وعلى حسب طبعا الكميه اللي انتوا هتعملوها. انا هعمل فنجان واحد. عندي قهوه هحط معلقه اهي، معلقه كده اهي. استنى بس عشان الكنكه صغيره فهحطها حاجه حاجه اهو. معلقه قهوه. اعمل ايه تاني؟ هحط سكر اهو، وممكن تحطي سكر سويتال اللي هو بتاع الدايت ده، ممكن تستخدمي لبن خالي الدسم. اوكي، هنزل باللبن بتاعي على القرفه والكاكاو الخام والقهوه. بجد والله العظيم انتوا لو شربتوا القهوه دي هتحسوا بفرق جدا 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 وهتحسوا بنشاط غير عادي. القهوه مع الكاكاو الخام مع القرفه والحليب، وممكن على فكره لو انتوا مش بتحبوا الحليب تعملوها بميه ممكن جدا، بس عشان يبقى الباور كامل اعملوها بحليب احسن وافيد. اوكي، وعلى فكره القهوه مضادات اكسده والكاكاو كمان بيحارب الخلايا السرطانيه في الجسم، بيدي نشاط للجسم، بيحسن البشره وصحه الجلد كمان. القهوه بتخلي الجلد يلمع، بس طبعا كل افراط فيها غلط. يعني الكلام اللي انا بتكلمه ده فنجان في اليوم، 2 بالكتير، واحد الصبح واحد اخر النهار. ما ينفعش بعد الساعه 8 نشرب قهوه خالص. نار على نار هاديه جدا، وافضل اقلب فيها لحد ما تستوي، وافرغها بقى في الفنجان ونقدم الشوكولاته بتاعتنا معاها ونشوف بقى. حبايبي القهوه دي خلصت معايا، هنفرغها مع بعض. بسم الله. لونها وشكلها وطبعا طعمها مع الشوكولاته بتاعتي. ندوق بقى ونقول بسم الله. القهوه دي صدقوني غير ان هي مغذيه ومنشطه وحاجات كتيره جدا يعني مفيده، وانتوا عارفين القرفه اصلا يعني بتنقي الدم وبتخلي الدوره الدمويه تتجدد. تمام، ده غير قلنا فوائد الكاكاو وفوائد القهوه وفوائد اللبن. هنعمل ايه بقى؟ هندوق بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا شكلها من جوه. يامي 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 والله العظيم ما هتفرقيها عن اللي بتتباع بره. شوفوا احنا بنجيب الثلاثه اللي مع بعض بكام، الثلاث كرات كده مع بعض في واحده، او العلبه الكبيره بكام؟ بمبلغ. انا عملت كل دول غير اللي لسه معايا في الصينيه حبه، يعني كلفتني 30-40 جنيه. نص علبه لبن مكثف محلى تقريبا كوبايه ونص جوز،
بتاعه شوكولاته بيضه ب 15 جنيه. وطبعا كل ما الشوكولاته نوعها احسن كل ما يبقى طعمها احسن، كل ما الجوز طعمه احلى وطري وحلو كل ما تبقى احلى. ولازم تستخدمي زبده نوعها كويس، زبده نيوزيلندي او زبده لورباك، وما ينفعش سمنه ولا ينفع زيت. ندوق بقى القهوه. بسم الله، جباره، هتعجبكم جدا. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك، ولو بتشوفوني لاول مره دوسوا سبسكرايب. وانا بحبكم كلكم، واستنوا مني بقى باذن الله الفيديو اللي جاي ده على طول. انا قلت كتير واجلته كتير، بس خلاص الفيديو اللي جاي على طول باذن الله الكشري المصري. فيديو قوي جدا بالحركات والتكات. هعمل لكم كشري ابو طارق باسراره بطعامته بحلاوته. وهاخد بقى انا الطبق الحلو ده والصينيه الحلوه دي واروح اقعد في البلكونه في الهواء واكل الشوكولاته بتاعتي واشرب القهوه بتاعتي. والسلام عليكم ورحمه